بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا أنا بقول صوتي يا مش حتة وتحزمي في شاشي يوم 10 في الشهر هتاخدي معاش. طبعا من امبارح لحد النهارده طبعا الفيسبوك مقلوب بطريقة انت مش متخيلها، اللي بتتفرج عليها وهتشوف الفيديو حاجه منتهى السذاجه والعبط. طبعا انا بقول يعني اتحاد الكره ده والناس المسؤولين في اتحاد الكره دوت لا يفقهوا اي شيء خالص عن كره القدم. ودي طبعا حاجه من ضمن المساوئ اللي احنا بنعيش فيها، ان الناس اللي هي بتدير المنظومه ناس يعني لا عندهم كلمه وناس فشله. وطبعا انت النهارده لو في حجز خماسي هيبقى في احترام يعني لمشاعر الناس اكتر من كده. النهارده الزمالك مش هيلعب، الزمالك هيلعب، الزمالك مش هيلعب، الزمالك هيلعب، الزمالك مش هيلعب. طبعا انت النهارده يعني حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، انت يعني ليه ما انتش عايز تلعب؟ وليه عايز تلعب؟ وليه المتحدث الرسمي؟ وليه الكلمات دي كلها؟ انت راجل جيت عملت طفره جوه نادي الزمالك وكده ما حدش يتكلم. يعني انت عملت طفره جوه نادي الزمالك وقدرت يعني تسدد الديون المديونيات والفلوس اللي للعيبه ووقف القيد، وقدرت تحل مشاكل كتير جوه النادي، وقدرت تحسم بطوله الكونفدراليه، وده حاجه ايجابيه للمجلس اللي موجود. طبعا انت النهارده يعني قاعد ليه بتنساق ورا كلام؟ انت كراجل كقطب تاني للكره المصريه النهارده. بس يا جماعه عايز الناس تفهم، بس الناس البهايم الحمير المتخلفين عايزه بس تفهم في حاجه النهارده، ان الزمالك هو القطب الثاني للكره المصريه. بمعنى ان النهارده القطر لما بيمشي بيبقى له قضيبين بيمشي عليهم، مفيش واحد ناقص وفي واحد زائد. هما الاثنين بيبقوا مثلا 100 متر يبقوا الاثنين 100 متر، 1000 كيلو بيبقوا الاثنين 1000 كيلو، مفيش واحد ناقص عن واحد. لان لو في واحد ناقص طبعا الكره المصريه هتقع وهتنهار والكلام ده كله. فطبعا الكلام اللي انا بتكلمه ده مفيش اي حد هيتكلم فيه. الناس كلها عايزه ترند، الناس كلها عايزه تبين ان هي بتفهم. هم كلهم زبلنشات معرعرين ما همش فاهمين اي حاجه قسما بالله، ولا يعرفوا الجله من الكراميل. يعني الكلام اللي انا بقوله ده الناس دي ما تعرفش الجله من الكراميل. ده اللي انا بقوله النهارده. انت كراجل يعني مسؤول وراجل رئيس نادي الزمالك، انت ليه الالعاب ديت وليه الكلام وليه ليه الحاجات دي كلها؟ انتوا يعني النهارده يعني انا نفسي افهم الكره المصريه ديت يعني بالنسبه لكم كده شيء عادي؟ لا ده انتوا فشل وظلمه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فشل وظلمه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انت النهارده كراجل عايز النهارده مثلا بتقول انا هلعب وليا حاجات اتحاد الكوره هيعملها لك. انت كراجل رئيس نادي بتقول اتحاد الكوره انت عايز تمشي كليتنبرج اللي هو رئيس لجنه الحكام، وعايز تحاكم يعني تتكلم، او عايز تقيل الحكم اللي هو دار مباراه الزمالك والمصري. انت النهارده ليه انت عايز الحاجات المواقف دي كلها؟ علشان ماتش انت كنت فيه مثلا ردة الفعل مش الفعل الطبيعي ان نادي الزمالك يكسب المصري. وده يعني هو نادي المصري نادي كبير وما بنقلش، بس طبعا انت النهارده نادي الزمالك فانت المفروض انك تكسب، والمفروض تبقى انت الفعل مش ردة الفعل. انت ليك طلبات اتحاد الكره هيلبيها لك في حال انك هتلعب المباراه. اولا ده شغل عيال صغيره، ده شغل عيال صغيره. لان طبعا انتوا لو ناس مسؤولين وعارفين يعني ايه مجال كرة القدم، ويعني ايه يعني دي حاجة انت بتلعب بيها بمشاعر الناس والاطفال والكلام ده كله. انت حضرتك انت مش هتاخد موقف انك تقول هلعب او مش هلعب الكلام ده كله. الزمالك كان في موقف صعب، وانتوا جيتوا قدرتوا ان ربنا كرمكم وقدرتوا يعني تمشوا المركب اللي كانت واقفه، وربنا كرم بالبطوله والكلام ده كله. فانت النهارده انا بقول لك انت عايز تبقى كويس، يعني عايز تبقى كويس تعمل سكواد كويس وما تعملش حد نجم. في حاجه بس يعني نقطه انا عايز اتكلم فيها، ودي نقطه مهمه قوي 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 مش اي حد يتكلم فيها. انت النهارده بتقول زيزو ونجم الفرقه وهو الكلام ده كله، ده نادي الزمالك. انت لما خدت السبع بطولات في موسم 2002 2003 كانت اللعيبه كلها نجوم، وكان اي حد يعني انت النهارده عبد الحليم علي، جمال حمزه، عبد الواحد، كابتن كمونه، حسام عبد المنعم، وائل الاباني، بشير التابع، طارق السيد، الكابتن احمد صالح، كابتن ابراهيم حسن، الكابتن حسام حسن، محمد عبد المنصف، عبد الواحد كل السكواد ده كان عندك
يعني لو جبت حارس المرمى يقدر يشوط البلانتي. في حاجه اسمها النهارده في الكوره مجهود ذهني. زيزو مثلا ممكن يبقى مجهود الذهن قليل، مش قادر ان هو يشوط البلانتي ويضيعها. ممكن الكره اللي خبطت ودخلت وان الناس بتتكلم عليها لا بره لا جوه ديت، ما اجيب انا لعيب تاني يحطها اضمن بالشكل من الشكل ده خالص وما نسيرش حتى الجدل. دي حاجه. الحاجه التانيه برضو ان انت ممكن يعني كنت كسبت ثلاثة وأربعة وده الطبيعي. يعني أنت كنادي الزمالك أفرض أسلوب لعبي، يبقى عندي تاكتكس، ابقى موقف لعيبتي صح، ابقى محافظ لعيبتي صح. هو المدرب اللي بيشو بطاطا ده اسمه جوميز ده ولا اسمه بدنجان ده بتاع مدرب الزمالك ده الطبيعي. انا في ماتش المصري انا اللي افرض اسلوب لعبي. انا نادي الزمالك افرض اسلوب لعبي وابقى مسيطر على الجيم واجيب جون واثنين وثلاثه. مش هستنى بقى كره تبقى بلانتي واللاعب مثلا شات الكره بقى بتعالى والكلام ده كله عشان زيزو نجم الفريق. علشان الزمالك يبقى القطب الساند بمساواة النادي الاهلي، الكلام ده محدش هيقوله لك. لازم ما يبقاش في نجم، لازم اجيب اللعيب اللي عنده رغبه ان هو يلعب في نادي الزمالك. مفيش مزايدات على اللعيبه. ما اخشش في سابقه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي دخل في لعيب ما اخشش فيه. اجيب انا لعيب تاني عنده انتماء لنادي الزمالك عشان الزمالك يبقى كويس. ده من وجهه نظر. اجيب لعيب تاني علشان يلعب لنادي الزمالك ويخاف على نادي الزمالك زي الاساطير القليلين اللي الناس بتعتبرهم اللي هم كل حاجه في نادي الزمالك، مثلا زي عبد الحليم علي، زي حازم امام، كل الناس اللي هي معروفين دول. فانت طبعا انت النهارده ما تخشش في صفقه النادي الاهلي دخل فيها. كل واحد يجيب الصفقه على حسب اختيارات المدير الفني بتاعه هو الكلام ده كله. طبعا طول ما انت عندك سكواد كويس بتقدر ان انت تقفل على اللعيبه كلها. فئه العقود واحده، مفيش لعيب عالي عن لعيبه. تقدر ان انت تحسم بطولات وتقدر ان انت تبان بشكل كويس وان انت تركز في حته الكره بس بعيد عن الكلام وهو الكلام ده كله. ده انا من وجهه نظري. عايز تكسب عندك لعيبه رجاله. مفيش عندك نجم في الفرقه، اللعيبه كلها واحد. طبعا انت النهارده بتقول ازاي انت ما بقاش عندي نجم؟ ما لازم يبقى في لعيب عالي وفي لعيب واطي. لا، ما هو انت النهارده ما ينفعش تجيب لعيب درجه رابعه يلعب دوري ممتاز. فانت لازم تجيب اللعيبه كلها تبقى كواليتي او نفس القماشه، تبقى القماشه كلها واحده باستثناء لاعب او اثنين ناشئ او اثنين والكلام ده كله. انما يعني 70 80 في المية من الفريق يكونوا كلهم العقود بتاعتهم موحده عشان تقدر ان انت تتحكم في اللعيبه. انت النهارده الفيس والميديا والكلام ده كله انت مش عارف تسيطر على اللعيبه وده مشكله. يعني انت النهارده ما انتش عارف تسيطر على اللعيبه، مشكله من ضمن المشاكل. انت النهارده مش عارف تسيطر على اللعيبه. النهارده مثلا النادي الاهلي ليه ماشي سيد عبد الحفيظ؟ عشان اللعيبه كل لاعب مفكر نفسه ان هو نجم وكل لاعب بيعمل اعلانات والكلام ده كله واللاعب عايز يجي التمرين متاخر والكلام ده كله. الكابتن سيد راجل يعني حد في شغله. غلطت هتتجازى. في عندك مشكله هيتخصم منك فلوس. انما طبعا لازم يخش حد تاني مثلا يعني علشان خاطر نجوميه اللعيبه ديت ان الناس تحافظ عليها وان اللعيبه ما تخرجش بره جدران النادي الاهلي والكلام ده كله. وانا من وجهه نظري ده غلط. يعني انت النهارده كابتن سيد راجل صارم في قراراته. ما فيش اي لاعب مثلا بتاخر، اي لاعب بيعمل مشكله في خصومات، في عقاب، في جزاءات، الكلام ده كله. فانت النهارده لازم تعمل سكواد في كل فريق، سكواد كويس. بيراميدز انا بقول بيراميدز ان شاء الله ياخد الدوري عشان خاطر الفلوس اللي اتصرفت. النهارده يبقى في منافسه شديده عشان الكره المصريه تبقى في مكان كويس، مش شويه عيال ماسكين الاتحاد الكره وبيتحكموا في مشاعر الناس وحاجه في منتهى السوء ومنتهى قله الدين والكلام ده كله. انا مش يعني الموضوع تعبني بصفه شخصيه ان انا كل شويه الاقي واحد منزل بص الزمالك هيلعب، الزمالك مش هيلعب. عايز تلعب يلعب، مش عايز تلعب ان شاء الله ما لعبت. الموضوع بقى يعني بقى اوفر قوي يعني. وبقت حاجه وسخه يعني، بقت حاجه منظر مش حلو. وانت كده يعني محبينك اللي مستنينك في كل مكان في الوطن العربي وبره مصر وجوه مصر وفي كل مكان. والناس اللي مسافره في الدول الاوروبيه والكلام ده كله اللي عايزه تتفرج على الماتش. انت ليه بتحرم الناس ديت؟ ليه انت بتحرم الناس ديت من اقل حقوقها ان هي تتفرج على نادي الزمالك؟ يا جماعه ارحموا الكره المصريه شويه، الكره بتنهار. وانا بقول يعني انا بقول لازم يبقى في ناس تانية غير ديت في اتحاد الكوره. اتمنى على المستوى الشخصي ان انا اشوف ناس تانية غير ديت في اتحاد الكوره. وان شاء الله باذن الله يعني إيه لعب العيال الصغيرين ده ان شاء الله باذن الله ينتهي. اتمنى ان لعب العيال الصغيرين ده ينتهي وان الامور تمشي عشان خاطر الكره المصريه تبقى في مكان
تاني اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش حضراتكم تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.